كنت في يوم قاعد على القهوة مع أصحابي. فجأة افتكرت إن المفتاح بتاع الشقة مش معايا، وده معناه إني لازم أرجع قبل ما أبويا يوصل البيت، عشان لو جه قبلي هدخل في سين وجيم. قمت جاري على البيت، طلعت السلم 4 درجات 4 درجات، وصلت باب الشقة لقيته مقفول. خبط، مفيش حد. كنت هعيط لحد ما جات لي فكرة شيطانية. دخلت أجيب سلم من تحت السلم اللي دايما الجيران بيعلقوا عليه غسيلهم، وطلعته فوق ووقفت عليه عشان أعدي من فوق سور البلكونة. وأنا بحاول أعدي، واحد من الجيران شافني وقام مزعق: حرامي، حرامي! وبدل ما ألحق نفسي واشرح لهم، لقيت نفسي ناطط جوه البلكونة وقافل ورايا. بعد 5 دقايق الباب بيخبط جامد. فتحت الباب لقيت أمي واقفة وساكتة، بس عينيها بتتكلم. قالت لي: انت عارف ان كل العمارة دلوقتي مقتنعة انك حرامي؟ قولت لها: اهو اهون من ان بابا اللي يوصل الاول ويقفل الباب، صح؟ قالت لي: عايز الصراحة؟ لا، كده انت حركتني على نص الشارع. بس يلا، اتعلمت تدخل المفتاح معاك ولا لا؟ قولت لها: اتعلمت اخده واسيب نفسي جوه. متنساش اللايك والاشتراك.